السلام عليكم، وحشتوني. النهاردة هنعمل وصفة جديدة، وصفات على قد الإيد. النهاردة هنعمل الطحينة البيتي الكريمي المظبوطة وعلى قد إيدينا. هتبقى مج سمسم ومج دقيق ومج زيت، أو أي كوباية عندك. المعيار اللي عندك اللي هتعملي بيه يبقى معيار للتلاتة. احنا الأول هنا هناخد السمسم على النار علشان نديله تحميصة خفيفة، لان احنا بنجيبه السمسم لسه ني مش متحمص، فاحنا بنديله تحميصة خفيفة، يعني بيبقى لونه فاتح مش غامق. لو انت شايفاه في الفيديو عندي غامق فدي الإضاءة، لكن هو بيبقى فاتح، التحميصة بتبقى فاتحة اهو. بصي، هنقلبه كام تقليبة كده لحد ما نشم ريحة سمسم، مش ريحة حاجة محروقة، لا ريحة سمسم كده خفيفة. بص، انا بحب اعمل وصفاتي في البيت زي الطحينة والسلطات اللي زي كده، بحب اعملها في البيت. سلطة البابا غنوج والطحينة والتومية الدقوس، الحاجات دي بحب اعملها في البيت. ليه؟ لان بترمي معايا كمية، لان لو حبيت اجيب من بره هجيب من بره الحاجة غالية وحاجات قليلة. بص، احنا حمصنا السمسم اهو، وادينا بنحمص بندي تقليبة للدقيق عشان نطلع منه الرطوبة. عندما الدقيق هيبقى زي الكور كده وخرز معاكي، يبقى كده الرطوبة راحت منه. لو وصلت لحد هنا يا قمر، اعملي لي اشتراك ومتابعة ولايك وكومنت حلو زيك يا قمر كده. بصي، احنا كده حمصنا الدقيق والسمسم، مش حمصناهم، اديناهم تقليبتين كده. انا باكد على الكلام علشان ما تحمصوش وتقولي ان انا حمصته. احنا بنديله بس تقليبه لحد ما لونه بيتغير، بيبقى مصفر كده. هنا بعد ما خلصت السمسم وحمصته، هديله ضربة في الكبة بتاعة الخلاط. المطحنة دي اللي عندي مش بتطحن قوي زي كده، لو انت عندك مطحنة شديدة هتطحن اكتر من كده. انا كمان هديله كام ضربة في الخلاط مع الزيت اهو. هحط الكمية كلها في الخلاط علشان اديله كام ضربة مع الزيت الاول، لان هو كده مش مضروب كويس في مطحنة الخلاط، لان مطحنة الخلاط عندي مش قوية اهو. امشي على نفس الخطوات والله هتطلع معاكي تحفة، مش هتعوزي تشتريها من بره بالثمن الغالي اللي بتتباع بره، وبتبقى كمية قليلة. والله جبت ب20، جبت ب30، ب40، ب50، والله بتبقى ما بتكملش الأكلة. ده بالنسبة لنا احنا، ليه؟ لأننا عيالي بيحبوها، يعني مع الكفتة بيحبوها، مع الفراخ المشوية بيحبوها، مع الكبدة بيحبوها، أي حاجة مشوية مقلية بيحبوها معاها اهي. انا كده اديتها كام ضربة مع الزيت. هندخل بقى على الدقيق. دي مش هحطه كله مرة واحدة، لا، هحطه كذا مرة علشان البرد عند الخلاط ضعيف مش شديد يعني اهو. بصي، بقية الكمية. على فكرة الكمية اللي بقولك عليها دي انا خدت معايا كوباية ونص دقيق. ليه؟ لان الزيت عندي شربت دقيق جدا، فبقت عندي خفيفة لما حطيت لها الكوباية واحدة دقيق. بص، رحت حطيت لها نص تاني. بص الكمية عملت قد ايه، ما شاء الله. والله احنا بتقضينا فترة بالطريقة دي اهي، تحفة وكريمي. ولسه كمان هتتخف تتعمل سلطة الطحينة. هوريكي في الفيديو الجاي انا هعمل السلطة ازاي. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش وما تبخليش عليا بالاشتراك ولايك وكومنت حلو منك يا قمر اهو. شايفة
هوريك القوام بتاعها اهي، على القوام ده كمان ولسه هتتخف، تتعمل سلطة طحينة. يلا يا قمر، شجعي وقومي اعملي. باي، السلام عليكم.